صاحيه جعانه، لا ميته من الجوع، ومش عايزه افطر فطار عادي، لا بيض ولا جبنه ولا فول حتى ولا طعميه. العيال دخلوا عليا المطبخ استغربوا، لقوني بقص الباميه بالمقص. جعانين يا ماما وانا مش معبره ولا حد فيهم، غلبانين اصلهم ما يعرفوش فطار ست الشهير. الاكله اللي وحشاني جدا. هاتي بس كده شويه باميه عندك، سواء مفرزه او فريش، وكمان حضري كوبايه عدس، وتعالى اعرفك على حته اكله يمكن اول مره تسمعي عنها. بس سمي الله وصلي على رسول الله. كمان ما تنسيش تشجعيني بأجمل لايك وتشاركي الفيديو مع أصحابك. حلة بقى كده، وحطيت معلقة سمنة محترمة، وحطيت عليها كوباية عدس مغسول ومتصفي زي ما انت شايفة كده. ايه يا مريانة، بامية ايه وعدس ايه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ هقولك اصبري بس، ده القلعة والبحر طلعوا أصحاب جدا. ابتديت بقى كده أشوح العدس في معلقة السمنة كويس، وبعد كده نزلت عليه ببصلاية مقطعة. قطعي بقى كل حاجة على ايدك كده عشان تتمزجي بالفطار الجميل ده. يا جماعة، اخواتنا الصعايدة واخواتنا الفلاحين بيعملوا الأكلة دي طول عمرهم من زمان، بس احنا اللي خيبانين وما بنعرفش ولادنا على الأكلات المصرية الجميلة دي. بعد ما شوحت البصلة نزلت كده ب3 طماطمات قطع، طماطم كده بدون قشر، وينفع كمان تحطي معلقة صلصة بدل الطماطم، لكن أنا بحبها بالطماطم الفريش كده، بتديها طعم حلو قوي. الأكلة دي يا جماعة اسمها عدس بالبامية، وفي ناس بتحب فيها نسبة العدس كتيرة عن البامية، وناس تانية تحب لا البامية اكتر من العدس. بس الاكلة دي اصولها ان العدس بتكون نسبته اكتر من البامية. تمام، يبقى انا هنا مستخدمة كوباية عدس هتديني حلة محترمة على حفنة من البامية كده حوالي 200 جرام. بعد كده ما العدس اتشوح مع الخضار نزلت بشوية شوربة حلوين، ولو عندك شوربة حلوة هيكون الموضوع ألذ من المية. أنا الصراحة كان عندي شوية شوربة بط كده فخلولي الطبق ده خطير، وسبته بقى لغاية ما يستوي معايا. شايفين لونه بيفتح لما بيستوي؟ هديله بس نص ضربة صغيرة في الهاند بلندر، تقدري ما تضربيش أي حاجة، بس عشان الطماطم كانت باينة قوي فحبيت أديها نص ضربة بالهاند بلندر. غلوة واحدة كده ونزلت على طول بقطع البامية اللي قصيتها. تمام، بالمقص بقى أو بالسكينة براحتك، بس أنا عشان البامية عندي كانت مفرزة كان هيبقى صعب ان انا اقطعها بالسكينه فقطعتها بالمقص. الله الله على الريحه، والله يا جماعه مش متخيلين الريحه عامله ازاي. نزلت بقى كده بنص معلقه صغيره من الثوم المفروم، نص معلقه فلفل اسود، معلقه كمون، ومعلقه كزبره، وكمان حطيت نص معلقه سكر. الشوربه عندي كان فيها ملح ومتظبطه فما اضفتش ملح. بصوا بقى التوابل المصريه البسيطه ومش اكتر من كده. الله الله على جمال العدس بالباميه. بالله عليكم اللي جرب الاكله دي قبل كده واللي يعرفها يكتب لي تحت في التعليقات. انا بحس ان انا بعمل الاكلات دي بحس ان انا غريبه، ناس كتير ما تعرفش اكلات وهي دي اكلات بلدنا الجميله. غطيت عليها بقى بعد ما اضفت الباميه وسبتها لغايه اما تشكشك كده. انا ما بحبش برضو اهري الباميه، بحبها تبقى باينه، بس عليكي وعلى التقليب كل شويه عشان ما فيش حاجه تلزق في قعر الحله بتاعتك، كل شويه تقلبي. وقوامها بيبقى وسط، لا هو تقيل ولا خفيف، لانه بعد ما بيبرد كده بيتقل. كنت بحمر بطاطس بقى، ودلوقتي جبت طاسه وبجهز طشه الطبق بتاعنا، عباره عن توم، معلقه من السمنه، وشويه من الكزبره الناشفه. لازم تاكليها بالطشه كده، بتبقى خطيره. وهبتدي على طول اطش كده طبق العدس بالباميه. اوقات كتير انا عارفه بتبقي محتاره، خاصه يوم الجمعه كده وكله اجازه في البيت. طب اعمل لهم بطاطس محمره، طب بيض، طب جبنه، طب نجيب قرص ونقعد ناكل. جربوا بقى الفطار المصري الجميل ده وادعوا لي. عرفي ولادك على الاكلات الجميله دي، لانهم لو ما عرفوهاش دلوقتي هيرفضوا ياكلوها لما يكبروا. بصوا بقى الجمال، شويه مخلل وادي البطاطس المحمره، والله حاجه تفتح النفس. وزي ما قلتلك لو عندك شويه شوربه حلوين كده، انا دايما بخزن الشوربه في الفريزر، يعني هتودي الطبق ده في حته تانية. قولولي بقى بتحبوا العدس اكتر ولا الباميه اكتر، والاكله دي اصلها صعيدي ولا اصلها من الفلاحين؟ يلا جهزي 50 رغيف بألف هنا. حبايب قلبي بحبكم في الله، تعليقاتكم بتشجعني كتير. ما تنسوش بقى تدعولي دعوة حلوة واعملوا متابعة عشان يوصلك مني كل فيديو جديد بنزله. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.